اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في أحسن حال. النهاردة بقى فطرنا النهاردة سردينة مقلية فضلة خيركم، ورز بشعرية يستاهل بقكم، ومخلل، وسلطة كده على مقسم وتمر بلح، وعملت عصير فراولة. يلا بينا اقول لكم انا عملت ايه. والله العظيم الفطار ده كان في منتهى الروعه والجمال، وكفايه ان السردينه اصلا مقرمشه وصغنونه خالص. هنا طبعا جبنا معانا هنا كنت انا عاينه السردينه في الفريزر اصلا، وطلعتها فكت، وقمت جايبه المصفى اللي انتوا شايفينها دي وحطيت تحت منها طبق. كنت انا غسلاها غسيل حلو، وسبتها تتصفى كده من اي بقى دم فيها ميه كده، وقمت عصر عليها ليمون وسايباها شويه، وقمت عامله بقى الدقه بتاعتها ملح، بهارات كامله، شويه كمون صغيرين، كم فص توم كده، 5 فصوص توم او 6 فصوص توم، عملتهم في الخلاط ونزلت عليهم بقى في السمك زي ما انتوا شايفين في السردينه، وقلبتهم كلهم في بعضهم وسبتهم بقى شويه. يلا هنا بقى نولع على الرز. هنا طبعا جبت الرز، غسلت الرز، جبت الحله وغسلت الرز، وبعد كده عملت العقد بتاع الرز، وبعد كده بقوم محمر الشعريه، وبعد كده بقوم منزل الشعريه على الرز وحاطه الملح ومولع عليه. بس ما بقدحش عليه اصلا عشان انا عامله زيت في الشعريه، فما بقدحش، وبتبقى لقمه في منتهى الروعه يا جماعه. هنا طبعا فكيت الفراوله، وزي ما انتوا شايفين فكيتها وضربتها في الخلاط عشان كانت متلجه برضو، كنت مخزناها برضو، كانت في الفريزر يعني. هنا بقى انا عند المصفى دي اللي مانيش عارفه اصلا اجيب زيها تاني، وعينها اتكسرت مني ونفسي اجيب واحده زيها ومش لاقيه زيها والله. مصفى ناعمه بتشيل بقى اي حاجه في العصير، في الطماطم، اي حاجه بتصفيها. وهنا كان العصير جهز خلاص. وهنا طبعا يلا بينا بعد ما سبت السردينه شويه في التتبيله، جبت الدقيق، وهنبدأ ان احنا نقلي طبعا السردين. هو فيديو سريع سريع، محبتش ان انا اطول عليكم اصلا، بس انا قلت انا ممكن ما كنت صورت والله، بس انا قلت انا بشارككم يومي بعمل وكده، فحبيت ان انا يعني انزل لكم اي فيديوهات تستفادوا منها. سردينه صغيره بس اقسم بالله طعمها روعه، يعني انت بتاكلها اصلا بحالها. شايفين عامله ازاي؟ صغنونه خالص بس كانت طعمها في منتهى الخيال. اللي عجبه بقى الفيديو ما ينساش يحط لايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم وتكون بتفيدكم باي حاجه. هو فيديو سريع سريع، وفيديو لقمه هنيه تكفي 100 اقسم بالله، لقمه في منتهى الروعه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ورمضان كريم عليكم، ويعيد عليكم الايام بخير يا رب، اللهم امين. وقولوا لي ايه رايكم بقى في الاكله دي، ومين بيحب السردينه ومين ما بيحبش السردينه. ايه رايكم بقى في الاكله القمر دي؟ هنا طبعا كنت انا بوريكم السردينه. كنت انا لسه في المطبخ اصلا بقلي السردينه، فقلت اوريكم السردينه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم يا حبايب قلبي، ويا رب اكون بفيدكم باي حاجه، لو صغنونه قد كده بس اكون بفيدكم باي حاجه. شايفين السردينه؟ السردينه جميله، متنسوش تحطوا اللايك. باي.